اما المدرس بقى اللي في جامعة القاهرة، اللي الناس كتيرة طلعت اتكلمت عليه وقالت ازاي واحد يدخل الدين والاخلاقيات والشرف في تشجيع نادي، ويقول لك ازاي ان عقلية واحد من جماهير الاهلي ممكن تقول ان انا اغير سيستمي واغير تفكيري واغير عقيدتي واغير دي اعتقاداتي الدينيه وافوت حاجات، بمعنى اصح ارضى بحاجات ما ارضاهاش لغيري عشان خاطر انا بشجع الاهلي. الكلام ده لازم يتحاسب عليه. الكلام ده مش كلام طالع كده، انت مش قاعد في الحمام عندكم في البيت فبتطخ كلام وخلاص. الكلام ده ما ينفعش يطلع. انت راجل المفروض مدرس، يعني قدوه للناس، يعني قدامك مجموعه من الطلبه انت المفروض تسيطر عليهم. بالوضع ده انت تسيطر ازاي؟ انت هتوصل للتلاميذ ايه؟ الطلبه اللي في الجامعه دول هتوصل لهم ايه؟ هتوصل لهم تطرف وفكر غلط وحاجات توصل، يعني تطلع اجيال فاسده؟ ما هو ده اللي انت بتعمله. ما ينفعش.